السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غنوجد معكم هاد المسيمنات اللي كيجيو علاش بحال البسيطلات، وهما راه غير مسيمنات معمرين بجوج ديال الشكيلات، وحدين على شكل صيغار وحدين على شكل البسيطلات اللي كيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف. ما عليكم غير تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تفوتوا حتى شي لقطه، ومرحبا بكم في قناتي. هاد المسيمنات راه تيجيو لذاذ بزاف، لذاذ بواحد الحشوه اللي رائعه بزاف. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايكات ديالكم، الله يسهل عليكم. دوك اللايكات ديالكم راه هما اللي تيشجعوني وتيخليوني نعطي المزيد. راه ما كنحطش الفيديوهات لان ما تشجعونيش، ما تديروش لايكات، راه ما خاسرين والو. الله يسهل عليكم، كيف ما تفرحوني الله يفرحكم ويعطيكم كل ما كتمناو في هاد العواشر. هبطوا لتحت وديروا اللايك، راكم ما خاسرين والو. الله يسهل عليكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابونوا باش يوصلكم كل جديد. كنحاول نعطي كل ما في جهدي وتنحط لكم اي حاجه الا وعارفاها زوينه بزاف. دعموني وشجعوني وشكرا لكم بزاف، الله يسهل عليكم. هاد المسيمنات راه تيجيو رائعين. كنتمنى ما تفوتوا حتى شي لقطه بواحد العجينه اللي سحريه اللي واعره بزاف. يسحابهم غير بسيطلات ولا غير هذيك الورقه ديال البسطيله، وراهم غير العجين اللي كتجي على شكل الورقه ديال البسطيله. راه تجي هاد العجينه السحريه تجي رائعه بزاف. غندوزو باش نشوفوا المقادير، غنخليكم مع الفيديو باش تشوفوا. راه ما دايرش لكم التسريع في الاول غير باش تشوفوا الحشوه راه كيفاش كتبان لكم دايره. غادي ندوزو لهاد العجين السحريه كيف ما كتشوفوا تجي مرقه وزوينه. عندي هنا معلقه ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الملحه ما عامراش، معلقه ديال الخل، زلافه ديال الدقيق الفينو، زلافه ديال الدقيق الفورس، الماء عادي ماشي ما كندفيش. عندي هنا شاشيه ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نخلط هاد النواشف، ممكن معلقه ديال السنيده تعوضوها بالعسل. غادي نجمع هاد العجين، راه ما تنعجنها ما والو، غادي نجمعها ونغطيها وغنعاودها معكم باش تشوفوا العجينه كيفاش كتجي. عندي هنايا زلافه ديال الكفته ديال الدجاج، عندي بصله كبيره ديال بصله خضاريه قطعتها على الشكل هذا، عندي فلفله، عندي جزره محكوكه، قرعه محكوكه. تنخليو هاد المكونات يتشحروا مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه حتى يتشحروا الملحه حسب الذوق. عاد غنزيدوا التوابل. عندي هنا الشعريه الصينيه من بعد ما درتها في الماء اللي هو كيكون غليان، تنخليوها تطلق راسها غير في الماء دافي. كنخلطوا تنشحروا حتى تطيب، وعاد كنزيدوا التوابل. ما كتحرقوش لينا التوابل. المهم كنديروا واحد شويه ديال الزيت اللي تنشحروا فيه والملحه، عاد كنزيدوا التوابل حتى تطيب، وتنزيدوا التوابل. تنزيدوا هنايا شويه ديال الزيتون، شويه ديال القزبر ومعدنوس حتى الاخر حتى تيطيب لينا كلشي. تنزيدوا صلصه الصوجا. عندنا في التوابل ما قلتش لكم، عندي تقريبا نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال السكنجبير، الكركم، شويه ديال الا كان عندكم، انا راه ما لقيتوش يتواجد عندي القزبر يابس. صافي هادشي اللي تنديرو في التوابل. الحار، الصوجا. العجينه ديالنا من بعد ما خليتها غير خلطتها وخليتها تسرحت، دابا غادي نعاودها بشويه ديال الماء. العجينه ما كتكونش قاصحه وما تكونش رطبه، كتكون على هذا الشكل هذا. تنعاودها بحال هكا وتنغطيها عاوتاني ترتاح واحد شويه، واحد ربع ساعه. كل ما كتخليها عندك الوقت خليها ترتاح تطلق راسها، تجي واحد العجين اللي سحريه. غير خليها، غير خلطيها وخليها. مهم ما تكونش قاصحه ما تكونش رطبه بزاف. تتغطيها بلاستيك ولا شي سوبيره وتخليها نص ساعه، نص نهار. انا راه ما خليتهاش بزاف، راه نص ساعه تقريبا اللي خليتها، وجات على هذا الشكل هذا. كتجي رطبه وكتجي زوينه بزاف. تطاوعك ملي كتخليها ترتاح دغيا تطلق لك. كيف ما كتشوفوا هنايا دوبت شويه ديال الزبده مع ملي دابت وبردات، زدت معاها واحد 2 معالق ديال الدقيق الابيض. ملي تتبرد تنخلطوها. هنا عندي الزيت اللي تنطلق به العجينه. عندي هنا الفرماج موتزاريلا والفرماج الاحمر. من بعد ما حكيتهم تنحطهم باش غادي نديرهم مع الشرموله ديالي. كنسرح هاد العجينه، راه قسمتها على شي 4 ديال الكوارات باش كتسربيني دغيا باش نسمحوا لي على صداع ديال الوليدات.
كنسرحوا هاد العجينه حتى تتبان لينا طاوله العمل. تنسرحوها كما كتشوفوا معايا، تتبان لك الطاوله ديال العمل. كنسرحوها مزيان، تنديروا هذاك الدقيق مع هذيك الزبده عفوا مع شويه ديال الدقيق، غير شويه، تنطويوها بحال على شكل مسمنه، وغادي نخليها تستراح، وغادي نهز واحده اخرى غادي نورقها. غادي نجمع هاد العجينه هذه ونخليها بحال شكل مسمنه. كما كتشوفوا العجينه تتجي رطبه وتتجي رائعه. خديت وحده اخرى وصيبتها، دابا راه طلقت معكم عجينه وحده اخرى كيجيو في هذوك البقعات، راه كتجي العجينه سحريه، واحد العجينه بواحد، المهم تتجي رطبه وزوينه بزاف. كما كتشوفوا معايا غادي نعمر هنا العجينه ديالي بشويه ديال الشرموله، وغادي ندير موتزاريلا. المهم نتوما ملي تجمعوا العجينه ديالكم لا شاط لكم داك الجوانب ممكن تحيدوهم. انايا درت العجينه قد يعني ما حيدت حتى شي حاجه، درت العجينه صغيره. كنديروا هنا موتزاريلا مع شويه ديال الفرماج الحمر، تنخلطهم مع بعضياتهم باش كتجي ديك التعليكه. غادي نجمع، كتجمعي بحال هكايا، بحال اللي بسيمنات ملي تنعمروهم وتنجمعوهم تحاولي تجمعي، ما تبقاش تبان لك ديك الشرموله. كما كتشوفوا العجينه درتها رقيقه، ما كاينش ما نشيط حتى شي حاجه، كنحاول نلصقهم مع بعضياتهم. سهله، طريقه سهله. دابا غنصيبوا هذا الشكل هذا ديال بحال شكل صيقار كيجي طويل على هذا الشكل هذا. سمحوا لي على الصوت، ضربني شويه ديال البرد، سمحوا لي. المهم كنزينوا بحال هكا بهذيك قطعه ديال البيتزا، كنديروا واحد الخطوط باش كيجي واحد الشكل اللي هو زوين. المهم كنديروا الشرموله ديالنا، تنديروا عليها شويه ديال الجبن. غادي كندير غير واحد جوج دورات، غير اللويه الاولى ما كتكونش فيها ديك الخطوط، الثانيه هي اللي كتجي فيها ديك، كتجي واحد الزواقه. كما كتشوفوا العجينه كتجي رقيقه. غادي نجمع الاولى ونجمع دابا الثانيه. ولا كنتوا وصلتوا معايا حد هنايا وباقي متبعيني، ما تنسوش لي اللايك ديالكم، الله يسهل عليكم والله يعطيكم كل ما كتمناو. كما كتعرفوا بان القناه ديالي انا يلا فاتحاها وباقي ما يعني قناتي صغيره بزاف، بغيتها تكبر وغادي تشجعوني، الله يسهل عليكم. باش انا نبقى نعطي المزيد. كما كتشوفوا انا قررت دابا نسالي. كنسخنوا الفران قبل بشي 10 ديال الدقائق باش الفران ديالنا يكون سخون مزيان. كما كتشوفوا هذا الشكل هذا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نقطعوا على الشكل اللي بغيتو، كنقطعوا دابا قبل ما يدخل الفرن، غنقطعوا باش كما كتشوفوا تقطعوا نتوما شكل شحال ما بغيتو، فهمتي. انا غنقطعوا هنايا على كل وحده غنقطعها على 3. المهم انا قطعتهم قبل ما نديرهم في الفرن ودهنتهم بصلصه الصوجا مع صفر ديال البيضه، وكنديرهم حتى كيتحمروا من التحت وكنطلعوهم الفرن من الفوق حتى تيتحمروا، تيخرجوا على التشكيل مذهبين، تيخرجوا راه باقي سخان، راه ما قدرتش نهزهم. كما كتشوفوا كيجيو الشكل ديالهم بحال هكا. قطعتهم قبل ما ندخلهم الفرن، قطعوهم نتوما كيف ما بغيتو. وسمحوا لي على الصوت، راه ضربني شويه د البرد. المهم راه تيجيو رائعين وتيجيو لذاذ بزاف وتيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف. ولا عجبوكم ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتيرات كيفاش جاوكم، لا جربتوهم. انا متاكده بانهم غيجيوكم لذاذ بزاف وغادي يعجبوكم. اللذه ديالهم راه باينه من القرمشه ديالهم، راه كتمسيهم راه المهم بحال شكل بسطيله. شتي بسطيله ملي تخرجيها من الفرن بحال هكاك راه كيجيو صحابهم غير بسيطلات، ولكن هما راه تيجيو تقدروا تشكلوهم كيف ما بغيتوا. انا درت على التشكيل هذا. المهم راه تيجيو واعرين ولذاذ بزاف، وان شاء الله غادي تجربوهم وغادي تكتبوا لي. كنتمنى تكتبوا لي الا جربتوهم وقولوا لي كيف جاوكم. انا متاكده بانهم غادي يعجبوكم. كما كتشوفوا هذا الشكل اللي جا على بحال السيطلات تيجي رائع واكثر من رائع. غادي تجربوهم ان شاء الله، وكنتمنى تكتبوا لي في الكومنتيرات، راه غنفرح لك تكتبوا لي وقولوا لي كيف جاوكم بهاد العجينه السحريه اللي كتجي رائعه. تستعمليها بحال هكا، ما قدرتيش تشري ورقه ديال البسطيله
وما صيبتيهاش في الدار، ورقات هي راه تطيب في الدار ان شاء الله. دابا نوجدها ونصورها معكم، ولكن بحال هكا كنتي ما فيك ما تصايبي ما والو، تصايبي غير علاش كنمسي تيجيو بسيطلات راه تيجيو رائعين. وبسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله.